بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بنات اليوم الوصفة غير شكل، رهيبة، شتوية، كلش طيبة. المكونات أمامكم، هذا بقايا بنات المحشي. طلعت البطن مالتي، إذا عندك حجي أحمد أو كوسة أو شنو تسميها، ويا بصل وفلفل بارد. بصل أنا خليت شوي هذا الأخضر والكرفس. هاي المكونات كلها اللي قدامكم. راح أسوي عليها أحلى خبز بالخضار، خبز ما ينشبع منه بنات. بعد ما صفيت هاي المكونات أخذت هاي الكمية، مليت طبعا محضرة الطعام مليتها ملي، لأنه حتى حصل على نتيجة ثرم. هسه شوفوها راح أهرسه مثل ما نقول. خليت هاي الكمية شوفوها. بعد ما هرسته وخليت له طحين بنات، خليت له طاستين من الطحين، وخليت له فلفل وكركم وزنجبيل. اوكي بنات، وملح. ما خليت له هواي لان مليان مليان، شوفونه مبين مليان. طبعا بطحين الشعير اكيد مليان مكونات. شوفوا هاي الخبز، طبعا خبز تيمم زيوني بتنور الغاز. شوية ما تسمعون الا العافية، ما اقدر اقعد بالقاع يعني لذلك كلش. المهم بنات، في هاي الوصفة شوفوها رهيبة. ما اقدر اقولكم، طبعا صورت بس نسيت، الله شاهد اصور. تنزرف ما تنزرف عادي، لانه مليان مليان ملي مكونات. حطيت له طاستين طحين، وانتم شفت المكونات ايش قد هوايه. وهذا الخبز شنو من وجبة عشاء، والله فاخرة. ويا استكان الشاي ويا قلاص الحليب بالشاي، شنو تقدمينها هي روعة. ويا الجبن اني سلقت وتيته وشويت الطماطم لانه متجنبة، يعني اريد ارجع على الرجيم. فلهنا هاي الوصفة مالتنا، اتمنى تعجبكم. اترككم بامان الله.